سعد الله مساكم. حقيقة يا اخوان الف شكر لكم، كان تفاعل اليوم مرة جبار، يعني احنا حطينا ساعتين وحطيت انا ساعتين، وبس اللي لفت انتباهي ما شاء الله تبارك الله الروح المرحة اللي كانت في الموضوع ده، اللي زي الاخوان اللي يجون يصورون والله ما تفوز، والله يفوز توفيق، يعني هذه روح دعابة مرة حلوة. يعني خلاص تحس انك انت قاعد تلاطف وتداعم مع اخوانك من ناس قريبين منك ما هم بعيدين عنك، زي اللي يصور مثلا صورة توفيق ويرسلها لي، يعني شوف ترى انا صورت توفيق، واحد من الشباب مرسلها لي، اقول طيب ارسلها له، قال لا انا بوريك اني انا صورتها. قلت يعني قال ان شاء الله اللي يجيبها غدا. يو طيب انت ما انت مستفيد، طيب قال بس انا بكت غدي توفيق. فكان في روح دعابة وكان في حماس مرة رهيب، الله انه يسعدكم ولا يخلينا منكم. وفعلا يعني السوشيال ميديا يعتبر هو العائلة الافتراضية والعائلة الإلكترونية، فشكرا للقلوب الحلوة، شكرا للروح العالية، شكرا للابتسامات اللطيفة والدعابة اللي حصلت على الموضوع اليوم. ألف شكر لكم والله من الأعماق، باسمي وباسم توفيق، مثل ما هو أخوي أنتم برضه أخواني وأخواتي، وهو كذلك نفس الشعور، فألف شكر لكم. بس حمستون يعني زيدها هاوشة مرة ثانية. 5 كيلو يا عيال، بس أنا ما عاد أضمنكم مرة ما. أنا اللي عندي في حسابي صوروا على صورة توفيق أكثر من اللي صوروا على صورتي، يعني أوريك العداوة بعيني. الله اللي يسعدكم، والله أنا نحبكم كلنا مثل ما تحبونا، والله أنا نحبكم، الله لا يخلينا منكم، وألف شكر لكم، ألف شكر لكم من الأعماق. موضوع بسيط في خاطري من فترة، ودي والله أتكلم معه بحكم القرب اللي بيننا وبينك، وبحكم المودة اللي تربطنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي من باب الأخوة. يا إخوان كلنا قرأنا خبر غدا الخميس تعليق الدراسة، خصوصا عندنا احنا مكة وجدة المناطق اللي حولنا دي، كلكم قريتوا الخبر ذا تعليق الدراسة، يعني الزم البيت، يعني يدوا لكم حل دافي يجلس فيه. تعليق الدراسة ما هو معناته انك ضف عيالك الصبح وهجبهم، دور لهم شعيب، دور لهم عبارة، دور لهم شر، لا. تعليق الدراسة للحفاظ على السلامة بعد الله سبحانه وتعالى، بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. في اخوان خصوصا اللي في البلد، اخواننا واخواتنا اللي في البلد، ترى ما تعرفون مصاب بالأودية، ولا تعرفون بكافن الأودية، ولا تعرفون غزر السيول اللي انتم تقطعونها، حتى لو كان شارع زفلت ترى ما تدري ايش كبر السيل ومن فين يجي. انا ما اقول لا تمشوا، لا تمشوا وانبسطوا، لكن لما انك شفت المطر لا تطلع. احنا عندنا في مكة يعني أودية معدودة بسيطة، يمكن 2 أو 3 حقت السيول المنقولة، الباقي كلها قريب، يعني بعد المطر بساعة، ساعة ونص إلى ساعتين خلاص نشفت الأودية، زال الخطر بعد الله سبحانه وتعالى. تمشى، إذا انتهى المطر روح تمشى. شفت السحاب عود بيتك، دور لك المأوى اللي تأوي فيه بعد الله سبحانه وتعالى. ما نبغى فرحتنا بالمطر تنقلب حزن، تنقلب ألم، ما نبغى المطر والسيول ذي تسبب للأجيال اللي بعدنا إنه والله السيل شال كذا، السيل سبب لأبوي كذا، سبب لأمي كذا، سبب لأخواني كذا، سبب لجماعتي كذا. ما نبغى الألم ذا نزرع، حنا عندنا عقول وعندنا بصاير. الدولة ما قصرت، خلاص، هي التحذيرات الآن من الإرصاد، التحذيرات من الدفاع المدني، التجاوبات من المصالح الحكومية ووحدات الدراسة والمعنية بإيقاف الدراسة. أنت برضه رب الأسرة لازم أنك أنت تتضامن مع التعليق. خلاص الدولة علقت الدراسة، يعني ما تبع يعني يطلعون في الشارع للمدرسة بحجة أنهم يدرسون. خلاص أنا برضي أسوي لي قرار داخلي وأقول ما نطلع بكرة، في خيال نطلع نتمشى ننبسط، جاء مطر لا نقعد. إذا جاء المطر الصبح اطلع الظهر، اطلع الصبح لا شفت سحاب مطر، شفت على رؤوس الجبال، شفت انزل عود محلك. الله يوفقنا وياكم، الله لا يوريكم مكروه، نفكوا من المغامرات، السنابات لا تسحبكم، المقاطع لا تسحبكم. ترى والله يا كثر الناس اللي راحوا في الامطار، يا كثر الناس اللي راحوا في السنابات، وترى السيل ما حد يتهمقه، والله ما حد يتهمقه. فاتقوا الله في انفسكم، لانها اقرب ما تكون انتحار. ولا تلقوا بايديكم للتهلكه. تشوف السيل وتهمقه، السيل ما هو ضعيف،
لا تستضعف السيل، ما تدري عنه، يجرفك ويقول بك انتم عيالك وانتم سيرتك. الله لا يوريكم مكروه. وكنت سعيد، وكنت سعيد. ان شاء الله نعيش يومين حلوه، اجواء حلوه بارده، غيوم، امطار، بمشيئه الله اننا نعيش وننبسط ونستانس مع اخواننا، مع اصحابنا، مع اهلنا، مع عيالنا. الله يوفقنا وياكم. على طاري وكنت سعيد، قبل شوي جاء في بالي ما ادري ايش اللي غيبني ان اليوم خميس، ارسل لي الواحد كذا وكنت سعيد يا ابو. بعدين اكلمه قال بكره خميس، والله نحسب ان اليوم خميس. والله العظيم علم الله اللي جرى. لكن الله يوفقنا وياكم ان شاء الله، وسهره سعيده علينا وعليكم. والدراسه بكره ترى عن بعد، ما فيه ايقاف، يعني تدرسون الصباح الساعه 8 فك المنصه، شوف واجباتك، شوف امورك. بعد الظهر ان شاء الله الامور طيبه، لا صار ما في مطر تمشوا، تابهوا للاوديه. الله لا يوريكم مكروه. هذا ما جاء في خاطري من محبه والله اني اقول لكم، ما هو نصح ولا هو تعليم ولكن تذكير.